عشاق العطور أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كافيه العطور مع محمود جمال. النهارده معانا واحد من العطور البحرية الصيفية الجديدة اللي تم إصدارها من عطور يونيك لاكجري، عطر أوشن ظريف. واحد من العطور البحرية الجميلة اللي هنتعرف النهارده مع بعض على تفاصيل العطر ده، ونشوف هل العطر ده فيه شبه من عطر أجدنز ولا لأ، وننصحكم من وجهة نظرنا تجيب أي واحد فيهم. طيب خلينا نتكلم مبدئيا على اوشن ظريف، ونقول انه انا عايز اوريك بس حاجه الاول قبل ما نتكلم على العطر. انا عايز اوريك العلبه بتاعه العطر هنا، وهو بيشرح لك تفاصيل ومكونات العطر من خلال الصوره اللي هو حطها لك دي. هو حط لك صوره كانه في طريق وسط المحيط. يلا بينا نتعرف على تفاصيل العطر. العطر ده اول ما ترشه زي ما انا رشيته دلوقتي تبدا تشم ايه؟ المذكور من المكونات خلينا نقوله الاول وبعدين نقول انا شميت ايه. المذكور من المكونات انه الافتتاحيه بتاعته فيها برجموت، فيها كمان ماندرين موجود بشكل كبير. ده اللي موجود من الافتتاحيه. انا ممكن اكون شميت شويه من الماندرين، ولكن الافتتاحيه اللي فيها البرجموت وفيها الجريف فروت وفيها الماندرين بتديك بشكل كبير ايحاء بانه هذا العطر الافتتاحيه ليست حمضيه، وانما هي افتتاحيه تديك نوع من انواع الروائح الاستوائيه، كأنك بالظبط معاك مشروب فاكهي استوائي. وانا بمثله كانك قاعد على شاطئ احد البحار او احد المحيطات، وقاعد على البار بتاخد سوفت درينك من المشروبات الاستوائيه، ويتدرج معاك العطر في قلبه، وكانك بالظبط اخدت اليخت بتاعك من على المحيط ودخلت لقلب جزيره في قلب المحيط، كانك قعدت على جزيره. تبدا تشم مجموعه من الروائح الخضراء الفريش الجميله في قلب العطر، اللي مديه للعطر نوع من انواع الجماليه. كمان نسيت اقول لكم انه في الافتتاحيه مع الرائحه الفاكهيه السويتيه دي الفانيليا ظاهره بصوره خفيفه، هتبدا تتدرج معانا الى ان تصل الى قاعده العطر. ولكن في الافتتاحيه الرائحه الاستوائيه مغلفه بالقليل من الفانيليا، وفي قلب العطر تبدا تدخل زي ما قلت لك معاك مجموعه من الروائح الخضراء. الريحان يبدا يظهر كمان. موجود في قلب العطر زهره جميله جدا، زهره البابونج، ودي يمكن اللي انا قدرت اشمها بشكل واضح، جايه كريحه خضراء فريش، وفي خلفيتها زهره البابونج واضحه جدا، بتدي للعطر نوع من انواع الحلاوه. وتبدا تكمل معاك كانك بالظبط زي ما قلت لك خدت المشروب بتاعك من على شاطئ البحر او من على شاطئ المحيط، وانا قصد اقول المحيط عشان نتكلم على النقطه دي في الاخر. من على شاطئ المحيط وركبت اليخت بتاعك، دخلت الى جزيره في قلب المحيط، فانت معاك الرائحه الاستوائيه لسه ما زالت موجوده مغلفه برائحه الفانيليا، ومعاك في خلفيتهم رائحه خضراء جميله منعشه جايه، وكانك زي ما قلت لك واقف على قلب الجزيره في وسط المحيط. والعطر بيستقر على قاعده جميله جدا، وانا بشوف ان القاعده دي هي اللي ميزت العطر ده عن عطر اجدنز، وجعلت خلينا نقول بقى احنا لسه ما شفناش اراء الناس، ولكن هتخلي العطر ده اكثر تقبلا للناس اللي ما بتحبش الروائح البحريه، ان قاعدته قاعده دافيه بتشم فيها بشكل واضح وصريح الفانيليا، بتبدا تكون هي المسيطره، مع اخشاب الكشمير اللي تزيد منها كثافه وتديها نوع من انواع الدسامه، وتبدا الرائحه تبقى دسمه وقويه جدا من الفانيليا. وكمان المسك اللي بيكون واضح جدا في قاعده العطر، واخشاب الكشمير موجوده علشان يعني عايزين نقول ايه، تدي نوع من انواع الكريميه والدسامه والفخامه لقاعده العطر. صراحه من العطور الجميله. طبعا بيجي بتركيز اكستريد وبرفام، وكعاده يونيك لاكجري الاداء اداء جبار جدا. هذا العطر ثباته عالي جدا جدا، وفوحان مرضي بشكل كبير جدا. يعني من العطور نقدر نقول البحريه او العطور الصيفيه اللي هيبقى ترند الفتره اللي جايه، لانه صراحه العطر انا شايف ان هو يستحق. يمكن عالجوا مشكله عطر اجدنز اللي كانت بتتمثل من وجهه نظري الشخصيه في وجود فاكهه الاناناس اللي كانت موجوده في قلب العطر بشكل كبير جدا مع اللافندر، كانت عامله للناس بعض مشاكل في العطر. كمان القاعده اللي كان فيها الجلد خلت الناس كتير تنفر من العطر. هنا العطر لا، القاعده بتاعته جميله وهتكون محببه الى الناس كتير. ولكن دائما وابدا انا بنصحك ان انت تجرب، لانه هذا العطر برضو بعض الاصدقاء لما شموه ما عجبهمش وشموا فيه رائحه زفاره. انا صراحه شايف ان العطر ما فيش فيه
اي نوع من انواع الزفاره، بل بالعكس العطر ده بيديني ايحاء بان هو ليس عطر بحري، وربما يكون اكثر توصيفا صحيحا من وجهه نظري انه يكون عطر مائي، لان الرائحه اللي فيه تشعر بان هي يعني رائحه مائيه اكواتيك عذبه جدا، ليس فيها الكثير من الطحالب، ليس فيها الكثير من الملح. فبالنسبه لي اوشن زرايف عطر ممتاز جدا من ناحيه الاداء ومن ناحيه الرائحه. يبقى التجربه، لانه زي ما قلنا دايما العطور اللي بيكون فيها نسيم البحر بكل اشكاله محتاج ان انت تجربها وتحكم عليها بنفسك. زي ما اتكلمنا على اداء العطر، قلنا اداء العطر اداء ممتاز جدا، يعني من العطور الرائعه اللي انصحكم ان انتم تجربوها. صراحه ما ندمت ابدا ان انا جربت هذا العطر او عملت عليه فيديو او اقتنيته، لانه صراحه جميل. بكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. وعايز بس اقول لكم على حاجه، هسيب لكم هنا صوره للقناه، لان انا قعدت ترتيب القناه مره اخرى في صوره نقدر نقول كده مجموعات، وقسمتها لكم، وهسيب لكم الصوره. هيبان معاك مجرد ما تدخل على القناه وتجيب قوائم التشغيل، هتلاقي افضل عطور لصيف 2024، هتلاقي افضل عطور شتاء 2025، وهتلاقي كمان مكان لبدائل عطريه اللي احنا اتكلمنا عليه. فانا قسمتها لكم في صوره قوائم عشان لما تدخل القناه ما تتوهش في الفيديوهات وتشوف فيديو من هنا وفيديو من هنا، تاخد الموضوع بالتسلسل. بكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. اشوفكم على خير في يوم جديد وعطر جديد، وما تنساش تكتب لي تعليقك على عطر اوشن زرايف لو انت جربته، او على عطر اجدنز لو انت جربته. قول لي برضو رايك في هذا العطر ايه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.